من قناة أخبار متنوعة. السلام عليكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة لتصلكم الأخبار اليومية التي نقوم برفعها على القناة. كشف مدرب نادي الوداد الرياضي المهدي النفطي السبب الحقيقي لمغادرته الندوة الصحفية الأسبوع الماضي بقاعة المؤتمرات بملعب 5 جويلية. وقال مهدي النفطي مدرب نادي الوداد الرياضي أمس السبت بعد مباراتهم أمام بيترو أتلتيكو في منافسات دوري أبطال إفريقيا أنه غادر المؤتمر الصحفي في الجزائر لأن الظروف لم تكن ملائمة لذلك. وأضاف المهدي النفطي في سياق حديثه عن الظروف التي كانت بحسبه غير ملائمة، كشفا أن سبب انسحابه بتلك الطريقة جاء إثر خسارة فريقه الوداد الرياضي أمام نادي شبيبة القبائل الجزائري. وأردف قائلا إنه يهنئ المنافس نادي شبيبة القبائل على فوزه، مضيفا أن الفريق الجزائري قدم مباراة أفضل منهم، ومجددا التأكيد على أنه ليس من عادته ألا يجيب عن أسئلة الصحفيين في المؤتمرات الصحفية. وختم مدرب نادي الوداد نادي النفط حديثه بتقديم اعتذاره على ما بدر منه في تلك الندوة الصحفية، إن كان تصرفه قد سبب بأذى لأي أحد كان على حد قولها. وكان النفطي قد خلف موجة جدل كبيرة بعدما غادر الندوة الصحفية عقب خسارة أشبالي أمام النادي الجزائري بهدف نظيف ضمن مجريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لمنافسة دوري أبطال إفريقيا.